من الأخطاء الواقعة في الصلاة مسابقة بعض المأمومين للإمام، فإن الإمام قد يكون كبير السن أو مريضا في ظهره أو رجليه فلا يتحرك إلا ببطء، ولا سيما عندما يهوي للسجود أو عند قيامه منه إلى الركعة التي تلي سجوده، فالواجب على المأموم عدم العجلة، بل ينتظر الإمام حتى يصل إلى الركن الذي انتقل إليه، ثم بعد وصول إمامه إليه ينتقل المأموم، بحيث ينقطع صوت الإمام وينتهي انتقاله إلى الركن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن المأموم: الواجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع الصوت، حتى يكون قد تابع بدون مسابقة، ومسابقته تبطل صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام. انتهى كلامه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فقال فيما رواه مسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث. والمعنى أن لا تكبروا ولا تركعوا ولا ترفعوا قبله، كما رواه أبو داود بلفظ: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسابقوه في تكبير ولا ركوع ولا سجود. ويوضح هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي لفظ لمسلم: حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. فهذا المتعين على المصلين ألا ينتقلوا لركوع ولا رفع ولا سجود إلا بعد انقطاع حركة الإمام وصوته بالتكبير. وهنا ينبغي بالإمام إذا كان قادرا ألا يتباطأ بالانتقال للركن، فإن تباطؤه مع قدرته تباطؤ في غير محله، ويتسبب في مسابقة الجاهل في صلاته للإمام.